عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. آه، إن شاء الله نتكلم النهاردة بموضوع سريع عن العوامل اللي بتوقف عليها شدة الإصابة بفيروس كورونا. طبعا في عوامل كتير جدا، هم 8 أو 9. تمام. أول حاجة السن، العمر. طبعا من كل 8 ل10 حالات وجدوا ان السن الكبير بيبقى فيه وفيات اكتر، اللي هو 65 سنة فما فوق بيبقى 8 حالات وفاة لكل 10، يعني 8 سنهم اكتر من 65 سنة. طبعا الحاجة التانية الامراض المزمنة، اهمها السكر والضغط. طبعا السكر لو مش متظبط هيبقى المشكلة اكتر. تمام. ولو السكر بيعلى قوي برضو بتبقى المشكلة اكتر. تاني حاجة امراض الضغط والقلب. وحاجة تانية مهمة اللي هي الهايبرليبيديميا او الدهون الزايدة، الدهون اللي هي الثلاثية الزايدة، اللي هي عالية الكثافة. طبعا دي زي امراض القلب وضغط الدم، بتبقى تعمل بعض المضاعفات اكتر من غيرهم لما يتصابوا بفيروس بكوفيد 19. كذلك التدخين، التدخين عامل سيء وسلبي جدا، انه بيأثر على الرئة وبناء عليه بيزود الامر سوءا. طبعا السمنة دي امر خطير جدا، لان الليبيد اللي هو اللي هو الاغشية المبطنة للاوعية الدموية بيبقى فيها دهون. فلو في دهون زايدة بيبتدي الفيروس كورونا يأثر عليها، يعمل جلطات ويعمل مشاكل كتير جدا. فصيلة الدم، طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده باستفاضة، وان في دراسات كتير على الموضوع. الوراثة دي بقى اللي انا عايز اتكلم عليها النهاردة. ان في دراسة اتنشرت قريب، لقوا ان في بعض الاصابات والوفيات في نفس الاسرة، فابتدوا يحللوا الجينات الوراثية لهم. لقوا ان في نوعين، جدول مهم جدا. شوفوا كده، تطعيم فايزر افكتيف اللي هو الكفاءة بتاعته 90%، موديرنا حوالي عن 95%. طب تطعيم بقى الانفلونزا الكفاءة بتاعته كام؟ 40% ل60%. بس عرفتوا ايه الفرق؟ وده بناء على تجارب سريرية، وده بناء على تجارب سريرية. طبعا التطعيم الثلاثي الMMR 97% للميزلز والروبيلا، و86 أو 88% للمام. هنشوف هنا ده ال CDC بيتكلم عن كفاءة التطعيم الانفلونزا. بيقول ان التطعيم بيقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة من 40% لغاية 60%، يعني نقول 50%. وهو ده الفرق، لأن فيروس الإنفلونزا فيروس متحور بشكل كبير جدا، بيقدر يتغير في الجينات بتاعته وفي القواعد الجينية بتاعته. فحتة ان انت تلاقي له تطعيم صعبة شوية. اما فيروس كورونا التحورات اللي بتحصل فيه بتحصل نادرة وبتبقى ضئيلة جدا، والتطعيم بيتعمل على الأكثر الأجزاء ثباتا في الفيروس، الانفلوب بتاعه الخارجي، الشفرات الوراثية بتاعته اللي مش بتتغير. فعلشان كده دايما التطعيم بتاع الكورونا بيجيب نتائج أحسن بكتير من تطعيم الإنفلونزا. أتمنى تكونوا استفدتم، وإن شاء الله نسمع أخبار كويسة قريب، إن تبتدي يبقى في تطعيمات في الدول العربية إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.